قبل ما نبدا بس كده يا ريت لو تعملوا لايك تعملوا سبسكرايب، لان انا اليوتيوب باعت لي بيقول لي اغلب اللي بيتفرجوا ما بيعملوش سبسكرايب او مش عاملين سبسكرايب من الاساس ومش بيعملوا لايك على الحلقه، رغم ان ده بيساعد جدا. فيا ريت بعد اذنكم يعني دلوقتي كده انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. عملتوا؟ طب نبدا الحلقه. يا اخي الواحد من الزهق احيانا بيعمل حاجات غريبه، ومن الحاجات الغريبه دي ان انت ممكن تتفرج على افلام غريبه جدا. انا مثلا اوقات كتير بفتح اي منصه من منصات مشاهده الافلام واقعد ادور كده على اي فيلم اكون ما شفتوش قبل كده، وده اوقات كتير بيقودني لان انا اتفرج على حاجات اغرب من الغرابه، حاجات اظن ان ممكن يكون محدش شافها في الوجود غيري اساسا. الحاجات دي طبعا منها الكويس ومنها طبعا الوحش، وده الغالب يعني. لكن هل كون الافلام دي وحشه بيخليني اقفلها؟ اطلاقا، رغم ان هي بتكون وحشه جدا، لكن الحقيقه ده بيخليني عايز اكملها. ما اعرفش ليه انا عندي جلد الذات ده بصراحه. ونبدا مع الفيلم رقم 1 من الافلام دي، وهو فيلم بعلم الوصول. فيلم بعلم الوصول من بطوله بسمه ومحمد سرحان وبسنت شوقي ولبنى ونس. الفيلم صدر عام 2019 وتقييمه على سينما دوت كوم هو 5.1 من 10. الفيلم بيحكي عن هالة، الأم الحديثة اللي بتعاني من ضغوط نفسية شديدة جدا، أولا بسبب كونها أم من فترة قريبة جدا ولسه ما تعودتش على ضغط الأمومة، وثانيا لأنها بتعاني من بعض المشاكل النفسية. هالة لسه فاقدة والدها من قريب جدا، زوجها لسه مسجون من فترة وبتحاول تخرجه من السجن بأي شكل، لحد ما بيحصل في حياتها حاجة بتخليها تبص على أفكارها بشكل مختلف. الفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر اللي هو في الأساس مونتير أصلا. ده فيلم حلو جدا، يعني من الأفلام القليلة في القائمة دي اللي فعلا حلوة. الفيلم بيحكي قصة حلوة، إخراج الفيلم حلو جدا، التمثيل في الفيلم حلو جدا. الفيلم قد يكون مش ممتع كفاية، أو زي ما الناس بتسميه كده فيلم مهرجانات شوية، لكنه فيلم متقن وحلو، ولو انت عايز تتفرج عليه علشان عايز تشوف فيلم كويس ومعمول كويس هتطلع مبسوط. لكن لو عايز تشوف مجرد فيلم ممتع فقط لا غير، لا مش هتطلع مبسوط قوي. والفيلم التاني في قائمتنا النهاردة هو فيلم جدران. فيلم جدران من بطولة درة ونيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد. الفيلم صدر عام 2022 وتقييمه على سينما دوت كوم هو 5.5 من 10. الفيلم بيحكي عن ليلى اللي بتنتقل لبيت قديم بتدعي انها تملكه او ان والدتها بتملكه، وبتبدأ تدور في البيت ده عن مستندات تثبت ملكيته لأمها. لكن فجأة حاجات كتير غريبة ومرعبة بتبدأ تحصل، وواحدة واحدة الحاجات دي بتكشف لها أسرار هي ضروري تعرفها. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ الفيلم من تأليف هيثم مصطفى الدهان ومن إخراج محمد بركة. وهيثم مصطفى الدهان كمؤلف عمل لنا قبل كده الصندوق الأسود والمركب، والمخرج محمد بركة ما أخرجش غير فيلم جدران. ما أقدرش أقول الحقيقة إن الفيلم ده كان كويس، ما أقدرش أقول إنه كان ممتع، لأنه كان فيلم بيغلب عليه طابع الملل إلى حد كبير. الفيلم حاول ينسك قصة معقدة شوية، ومن كتر تعقيدها تقريبا هو ما قدرش يشرحها. أكاد أدعي إن في ناس من كرو العمل نفسه ما فهموش الفيلم. الفيلم كمان كان فيه قرار غريب كده بان درة تكون شكل عمتها المتوفية بالظبط وبالحرف وبدون اي نوع من انواع التغيير في شكلها لسبب لا يعلمه الا الله يعني. طبعا هو السبب ده بيخدم حاجة في الفيلم، بس طبعا يعني هي حاجة غير منطقية بالمرة ان انا اخلف بنت تطلع شبه اختي بالحرف، يعني قوانين الوراثة تبكي في الزاوية. الفيلم حقيقي يعني ما اعتقدش ان هو نقطة ايجابية في تاريخ صانعيه، لكن الحاجة اللي تخليه محطوط في القائمة دي ان الفيلم ده يا جماعة سرعني في مشهد حقيقي كان هيموتني من الخوف. انا عادة لما باجي اتكلم عن افلام الرعب دايما بذكر ان افلام الرعب حاليا مش بتخوفني، اولا علشان سني، وثانيا علشان شفت افلام رعب كتير، وثالثا لان خلاص اغلب الحاجات بقت متوقعة. لكن الفيلم ده حقيقي يا جماعة رزعني مشهد قرب النهاية كان هيقطع لي الخلف. حاجة كانت غير متوقعة بالمرة، مشهد لمدة ثانيتين 3 تقريبا لكنه حقيقي خوفني جدا، والحقيقة المشهد ده خلى الفيلم ده يستحق مكان في القائمة دي. والفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم النهاردة يوم جميل. فيلم النهاردة يوم جميل اتعرض عام 2021 وتقييمه على سينما دوت كوم 6.3 من 10. الفيلم من بطولة باسم سمرة وانتصار وهنا شيحة وأحمد وفيق ونجلاء بدر ومحمود الليثي. الفيلم مقسوم لمجموعة قصص، تقريبا 3 أو 4 قصص، في منهم اللي بيتشابك وفي منهم اللي ما بيتقابلش اصلا. لكن الفيلم بشكل عام كتيمة بيتناول بعض المشاكل الزوجية، زي مثلا الاغتصاب الزوجي، معرفش ايه الاغتصاب الزوجي ده بس هو بيتناوله يعني، زي انعدام التفاهم ما بين الزوجين، او زي تأخر سن الزواج من الاساس، يعني بعض المشاكل اللي ليها علاقة بالجواز. الفيلم من تأليف واخراج نيفين شلبي.
وسابقة أعمال نيفين شلبي هي عبارة عن فيلم اسمه التمثال نزل 2010 أنا ما شفتوش، وفيلم اسمه أنا والأجندة نزل في 2012 برضو أنا ما شفتوش أو سمعت عنهم أي حاجة على الإطلاق. الفيلم بشكل عام يعتبر فيلم جيد، لكنه فيلم برضو فيه مشاكل كتير. الفيلم فيه أداءات تمثيلية استثنائية من أحمد وفيق ومن هنا شيحة. باسم سمرة عمل دور كويس، لكن باسم سمرة كان في مشكلة بس في اختياره اساسا للدور، لان دور باسم سمرة المفروض ان هو لواحد غني ارستقراطي معاه فلوس كتير جدا، راجل بي يعني مدير بنك باين ولا مش عارف صاحب بنك حاجة كده. فيعني باسم سمرة كان شوية ميس كاستنج لده، مش عشان باسم سمرة يعني خلاص اتحفر في دماغنا ان هو بلطجي، لكن ما كانش مناسب شوية. يمكن احمد وفيق لو كان مكانه وهو كان مكان باسم سمرة كان هيكون احسن كتير قوي للدور. من النقاط الايجابيه في الفيلم هو جرأته في تناول افكاره، افكار غريبه شويه، افكار يمكن محدش تطرق لها قبل كده، محدش كان عنده الجرأه انه يتكلم عنها، بعيدا عن هي موجوده او مش موجوده، لكن يعني هو كان عنده جرأه في تناولها. الفيلم جيد الى حد كبير ولكنه مش الافضل طبعا، لكن لو انت طبعا سنك فوق 18 سنه وحابب تتفرج على الفيلم ده اعتقد انك ممكن تخرج منه مبسوط. والفيلم اللي بعد كده هو فيلم عمار. فيلم عمار صدر عام 2020 وهو من بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وبعض الأطفال. الفيلم مع الأسف ملوش تقييم على السينما دوت كوم، لأن السينما دوت كوم ما خدتش خبر أصلا إن الفيلم ده نزل. شوف بقى يعني أنا عامل لك قايمة في الجون أفلام ما حدش سمع عنها أو أفلام ما حدش شافها غيري، لدرجة السينما دوت كوم نفسها مش عارفة إن الفيلم نزل أساسا. السينما دوت كوم كاتبة إن الفيلم لم يعرض بعد رغم إن أنا شفته، وكاتبة إن التقييم 0 لأن طبعا لسه هو ما نزلش بالنسبة لها. الفيلم بيحكي عن أسرة بترجع من الخليج بعد ما بيتم ترحيل الزوج بعد انتهاء عقد عمله. الزوج بيشتري فيلا في مصر في مكان بعيد شوية وبينقلوا علشان يعيشوا فيها، وفي البداية كل حاجة بتكون ماشية كويس، بيت جميل واسع، فيلا طبعا معرفش جابوها ازاي وهو اصلا المفروض يعني نازل محلتوش حاجة. الأطفال عاجبها البيت، كل حد عاجبه أوضته، جابوا حد علشان يصلح لهم الكهرباء ويصلح لهم المش عارف ايه، كل حاجة ماشية كويس لحد ما بتبدأ البنت الصغيرة تدعي وجود شخص اسمه عمار بيلعب معاها، ومن هنا بتبدأ الظواهر الغريبة انها تحصل للعيلة دي. فترى ايه اللي هيحصل؟ فيلم عمار الحقيقة فيه كاست كويس، يعني شريف سلامة وإيمان العاصي مش اتنين يعني هواد والممثلين كبار، في قصة إلى حد كبير متماسكة، في رعب إلى حد كبير متماسك، أي نعم هو مش دايما فعال ولكنه يعني إلى حد كبير ماسك نفسه. في أوقات كتير طبعا تنفيذه ما كانش بيكون أحسن حاجة، سواء كان من جانب الجرافيكس أو من جانب أصلا التصميم بتاع المشهد نفسه، لكنه برضه مش سيء، مش أسوأ حاجة في الدنيا، مش حاجة مبتذلة. الفيلم يعتبر متماسك جدا. فلو حضرتك بتحب جنرة أفلام الرعب، وطبعا بسبب إن هي قليلة جدا في مصر مش بتستمتع بأفلام عربي مرعبة، ممكن تتفرج على الفيلم ده وممكن يعجبك، لكن ما تعليش سقف توقعاتك قوي. الفيلم من إخراج محمود كمال، وسابقة أعمال محمود كمال مهمة جدا على فكرة. هو مخرج فيلم الصندوق الأسود، مخرج فيلم بنات ثانوي، مخرج مسلسل زودياك، مخرج فيلم أدرينالين واحد من أفلامي المفضلة على فكرة، والفيلم من تأليف هيثم مصطفى الدهان، فاكرينه؟ اللي ألف من شوية الصندوق الأسود وجدران، هو ده. ونروح على الفيلم اللي بعده وهو فيلم شك الدبوس. فيلم شك الدبوس من بطولة الفنان المغني خالد سليم ومي سليم ومحمد شاهين ونسرين أمين وسامي مغاوري. الفيلم نزل عام 2016 وتقييمه على السينما دوت كوم هو 5.8. الفيلم بيحكي عن سيف اللي قعد فترة طويلة جدا من حياته في دولة الكويت، واللي بيرجع من مصر علشان يتجوز من شاهيناز، وخلاص فرحه كمان كام يوم وحاجة قمة في العظمة يعني. المهم ان هو بالصدفة الشديدة جدا بيقابل صديقه عمرو في محل تليفونات، وهو كان بيشتري تليفون جديد وهو اصلا لا يفقه شيء في موضوع التليفونات ده. فعمرو بيقول له طب بص هسطب لك انا بقى البرامج والابليكيشنز المهمة ومش عارف ايه، وبينزل له الترو كولر. المهم بعد ما نزل له الترو كولر بالصدفة الشديدة خطيبته بتكلمه، فظهر له اسمها على الترو كولر شوشو وانت، فبيفتكرها واحدة يعني من اياهم. فصاحبه بيقول له هرد عليها انا، لا هرد عليها انا. المهم صاحبه بيرد عليها وبيبدأ ان هو يعني ايه كده، لحد ما بيتفاجئ بالصدفة ان دي خطيبته، ومن هنا بيبدأ يشك فيها، ومن هنا بتبدأ احداثنا. طيب هو الفيلم ده يعني بشكل عام فيلم كويس،
بس مشكلته الشديده جدا هو كميه كلمه بالصدفه اللي هنقولها. بالصدفه قابل، بالصدفه عرف، بالصدفه نزله، بالصدفه كلمته، بالصدفه مش عارف ايه، يعني كتير بالصدفه. ده اولا. ثانيا طبعا سيكونس النهايه كان مهزله يعني بشكل مبالغ فيه. ثالثا بقى وده الاهم، هو ان في اوقات كتير ما بتبقاش فاهم ايوه يعني ده كان بجد وحصل ولا ده ما كانش بجد وما حصلش، ولا انت مين وانا فين انتوا عايزين ايه يا جماعه؟ مين فين؟ فدي برضو من مشاكل الفيلم، ان الكاتب او المخرج ما وضحوش بالظبط ايه حصل وايه ما حصلش وايه بجد وايه مش بجد. الموضوع ما كانش متقن قوي، لكنه في النهايه فيلم ظريف، واعتقد ان محدش شافه غيري برضو. الفيلم من تاليف واخراج احمد عبد الله صالح، وسابقه اعمال احمد عبد الله صالح هي فيلم سكر بره، ومساعد مخرج في بعض الافلام. الفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم الحوت الازرق. فيلم الحوت الازرق من بطولة حسني شتا ورندا البحيري واحمد سلامة واحمد صيام، ودي الاسماء الحقيقة اللي انا يعني الى حد ما عارف الممثلين بتوعها فعشان كده ذكرته. الفيلم نزل عام 2020 وتقييمه على cinema.com هو 5.4. الفيلم بيبدأ مع شاب بيلعب لعبة الحوت الأزرق، وطبعا كلنا فاكرين لعبة الحوت الأزرق اللي هي بتبدأ تديك أوامر معينة تنفذها وتحديات تنفذها فتعمل ليفل أب وحاجات زي كده. المهم إن الفيلم ده بيبدأ بالشاب ده بيلعب اللعبة دي، والمهم إن المهمة الأخيرة بتاعته يعني إن اللعبة بتقول له يعني خلي روحك تتحرر بقى، يعني انتحر يعني. فبينتحر. بعد التحقيق في قضية موته بيتجمع شوية أصدقاء كده وبيبدأوا إن هم ينصبوا فخ لعبة الحوت الأزرق، بعد ما بيعرفوا إن هي بتختار الشخص اليائس من حياته أساسا والشخص اللي شايف الحياة سودة. فبيعملوا أكاونتس فيك على الفيسبوك ويكتبوا عليها إن هم شايفين إن الحياة سودة وإن هم كارهين حياتهم وعايزين ينتحروا علشان اللعبة تكلمهم. وفعلا بيوصل لهم كلهم من اللعبة دي ريكوست وبيقبلوها علشان يبدأوا يخشوا التحدي وعلشان يوقعوا الناس اللي ورا لعبة الحوت الأزرق اللي مستهدفين شباب مصر. أيوة يا جماعة بجد دي القصة. هي طبعا يعني فيها نوع من انواع المبالغه وفيها نوع من انواع يعني غير المنطقيه، لان اولا احنا عارفين ان محدش بيستهدف شباب مصر، هم رايحين في داهيه لوحدهم. وثانيا يعني هم كبروا الموضوع شويه في موضوع لعبه الحوت الازرق ده، رغم ان هي فعلا ليها اخطار وفعلا هي حاجه مش امان قوي، لكن يعني ما اعتقدش ان المقصود منها تحديدا ان انت تنتحر، خاصه ان اللعبه الحقيقيه ما فيهاش ان انت تنتحر ولا بتاع. الفيلم ده تنفيذه سيء الى ابعد الحدود، التمثيل فيه سيء الى ابعد الحدود، الاخراج والتاليف فيه سيء الى ابعد الحدود، اختيار الممثلين فيه سيء الى ابعد الحدود، ونهايه الفيلم تخيل سيئه الى ابعد الحدود. الفيلم من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج علاء مرسي. علاء مرسي الممثل يا جماعة، علاء مرسي بتاعنا هو كان مخرج الفيلم ده. وسابقة أعمال المؤلف أسامة حسام الدين كلها حاجات مش معروفة. ونروح للفيلم الأخير في قائمتنا النهاردة وهو فيلم دماغ شيطان. فيلم دماغ شيطان نزل عام 2020 وتقييمه على cinema.com 4.1، والفيلم من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وبدر صبري وعمرو عابد وسلوى خطاب. الفيلم من نوعية أفلام كده أنا شخصيا بحبها وبحب أسميها أفلام الليلة السوداء، اللي هي إيه؟ اللي هي بتبقى ليلة كده غبرة، ليلة بتبدأ لأبطالنا وبيبدأ إن هو إيه كل حاجة بقى تبوظ من بعدها، وكل ما يطلعوا من مشكلة يقعوا في واحدة تانية. لكن الفيلم مش كوميدي ومش مش حاجة زي كده، الفيلم يعني سيء، الفيلم ديستوبيا جدا يعني يميل إلى الرعب أساسا. حاجة كده نقدر نقول تعالوا يا جماعة أفرجكوا على قصة ناس حياتهم بتبوظ بسبب النجاسة حرفيا، يعني كل ما حد ما يبدأ حاجة بتحصل له مصيبة بسبب ان هو عامل يعني حاجة كده بص ما يعلم بالله ربنا. الفيلم حقيقي مش حلو لكنه كان ممكن يكون حلو، الفيلم كان عنده فرصة يكون حلو، معرفش هو اخد طرق غريبة ومشى في سكك عجيبة، بس الفيلم كان عنده فرصة يكون حلو. الفيلم يعني والله ما اقدرش ادعي ان انت لو اتفرجت عليه وانت يعني عايز تتفرج عليه علشان تتفرج عليه هتحسه كويس عادي، يعني مش فيلم سيء للدرجه لكنه فيلم سيء للدرجه. انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ هو الفيلم ما تتفرجوش عليه، ما تتفرجوش عليه. وجب التنويه بس ان انتوا لو حبيتوا تتفرجوا عليه الفيلم ده اللي منهم فوق ال 21 سنه على الاقل يعني. الفيلم من تاليف عمرو الدالي ومن اخراج كريم اسماعيل، وسابقه اعمال عمرو الدالي كويسه جدا. عمرو الدالي الف مسلسل زي القمر ومسلسل ضد الكسر، وهو مؤلف مسلسل ايجار قديم وب100 وش، فيعني هو مؤلف كويس، معرفش ليه طلع حاجه زي كده يعني. ومن اخراج كريم اسماعيل اللي ما اخرجش في حياته غير فيلم دماغ شيطان. وبس كده انا خلصت قائمه النهارده. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لها لايك، تعملوا لها شير، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتس في افلام ايه اتفرجتوا عليها وحاسين ان محدش اتفرج عليها غيركم، وقولوا لي مهتمين تشوفوا ايه من الافلام اللي انا ذكرتها في قائمه النهارده. سلام.